السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هعمل صينية بطاطس باللحمة الضاني مع رز معمر. أول حاجة بعملها عندي مية مغلية وعندي اللحمة الضاني، ببدأ أنزلها في المية المغلية علشان أسلقها. أحطها بالشكل ده. هسيبها تاخد لها غلوة، لو ظهر اي ريم على الوش اشيله وبعد كده هنكمل مع بعض. اللحمة غليت، هنلاحظ ان فيه بعض ريم هو طالع، فبشيله علشان انضف الشوربة، تبقى الشوربة نظيفة ورايقة خالية من اي شوائب. شلت انا الحاجات البيضة اللي طالعة على الشوربة. بعد كده بضيف لها جزرة وطماطماية و2 فص ثوم وحبهان وبصلة وعدون خضرة، طبعا علشان يدوا طعم كويس للشوربة ويخليها جميل. بضيفها للشوربة بالشكل ده، وحبهان طبعا. اقطع اللحمه، خلي النار هاديه ولحد ما تستوي ان شاء الله ونكمل مع بعض. قبل ما اسيبها تستوي انزل بنص معلقه من السكر ونص معلقه من الفلفل الاسمر، وانزل بورقه لوري. لعمل الرز المعمر عندي كميه على قد الاسره، كوبايات رز مغسولة ومتنضفة، وعندي اللبن، لكل كوباية رز كوباية لبن بتيتغلي. وأثناء اللبن ما بيتغلي بحط الملح اللازم والرز، بحطه في اللبن وبقلبه علشان الرز كله يبقى واخد الملوحة بتاعته مظبوطة، ما يبقاش حاطة الملح، لأن الرز المعمر ما بيتقلبش. لو أنا حطيته على الرز من غير ما يتقلب تبقى نيجي ناكل احتمال تبقى معلقه فيها ملح ومعلقه ما فيهاش ملح، فبحط الملح على اللبن طبعا كده افضل وبيتقلب ويغلي، واضيفه على الرز. عندي اللبن بدأ يغلي اهوت، بشيله وبضيفه على الرز. انزل بمعلقه سمنه بلدي على اللبن بالشكل ده. عندي معلقتين قشطه وعندي علبه زبادي، احط الزبادي على القشطه وامزجهم مع بعض علشان احطهم على الرز، بيديله طراوه ونعومه وطعم جميل جدا. قشطه وزبادي. بعد كده تنزل بيه على وش اللبن. الطريقه دي بتخلي اللبن طعمه جميل جدا، الوش طري مش ناشف وجميل. الرز باللبن بدأ يغلي بالشكل ده. لما يغلي من جميع الجوانب بالشكل ده مولعنا الفرن على درجة حرارة 200 على الرف الأوسط، وهحطه في قلب الفرن لما يخرج نشوفه إن شاء الله. نعمل صينية البطاطس. جبت صينية وفيها مادة دهنية، انزل بالبصل يتشوح.
البصل خد تشويحتين، انزل بالفلفل والجنزبيل والملح. البهارات مع البصل تخلي البصل طعمه كويس. انزل بالثوم، معلقة ثوم صغيرة في الشوي. انزل بعصير الطماطم الخالي من القشر. انزل بنص معلقة سكر علشان الحموضة. الطماطم خدت غلوة، انزل في البطاطس على التخديع. انزل باللحمة الضاني المسلوقة المستوية. ازود صينية البطاطس بالشوربة بتاعة اللحمة الجميلة الفاتحة الجميلة جدا بالشكل ده. انزل ببصلة على الوش وارمي فلفل اخضر متقطع بيدي طعم كويس في الصينية. اخر حاجة نحط قرنين فلفل حامين بالشكل ده صحاح، يدوا منظر ويدوا طعم للصينية ان شاء الله. تغطى عليها وتتغطى لا اما تستوي على البوتاجاز وتتحمر الوش، او احطها كلها في قلب فرن البوتاجاز على درجة حرارة 200 درجة، وان شاء الله لما تخرج هنشوف شكلها ازاي. دي صينية البطاطس باللحمة الضاني بعد ما خرجت من الفرن، هي وصينية الرز المعمر بالزبادي والقشطة. صنف جميل جدا، وجبة غذائية متكاملة العناصر الغذائية، وجميلة وكويسة. لو عندنا عزومة ولا حاجة ونعمل الصنف ده جميل جدا ويشرف بصراحة.